صباح الخير، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده بقى تعالوا ندفي البيت ونعمل بقى احلى قرص كده طريه، طعمها جميل. ناكلها كده ايه مع الشاي. الاول بس نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونبدا بقى المقادير. كيلو دقيق، حطيت عليه كوبايتين سمنه على زيت وقلبت كويس، ولازم نبس الدقيق بالسمنه كويس جدا لحد ما يتشرب الدقيق، يتشرب السمنه علشان يبقى طعم القرصايه كده طعمها حلو، تبقى غنيه كده بالسمنه وطعمها جميل. انا بقى قعدت ابس فيها جامد بايديا، بس بصوا بقى شكلها عامل ازاي، عامله زي حبيبات الرمل. واول ما تحطوها في ايديكم هنحط الخميره، هنحط معلقه ونص خميره ومعاها معلقتين ونص سكر، نحط عليها شويه ميه دافيه ونسيبها تتخمر. بصوا بقى الدقيق شرب السمنه خالص ازاي لما ضغطت عليه بايديا. بصوا شارب السمنه خالص. هنحط بقى رشه ملح والبهار، هنحط بقى شويه اعشاب زي اللي بيحب الاعشاب، ينسون على شمر على حبه البركه. انا بحب احط فيها اعشاب، بيبقى طعمها جميل، الشمر بيبقى طعمه حلو قوي. حطيت بقى الخميره بعد ما خمرت، احط بقى شويه لبن. لو عندك لبن رايب، انا كان عندي لبن رايب، زودت عليه لبن وحطيته كده دافي وعجنتها بقى. تقعدي بقى ما تعجنهاش كتير، يعني انا عجنتها بس مش كتير، قعدت اعجن فيها. بصوا ما شاء الله شربت اللبن وخدت كمان حبة مية عليهم صغيرين مش كتير، بس ما شاء الله العجينة طرية ولينة وجميلة جميلة جميلة. لازم تجربوها يا بنات، بجد حلوة جدا. الواحد مثلا بالليل بيبقى عايز ياكل اي حاجة كده مثلا، او الصبح نفطر معاها مع الشاي بلبن. بصوا ما شاء الله لينة جدا العجينة، فبتنفع قوي 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 القرص دي. قرص بقى بسكوت صلاة العصر بعد قليل. بس ما شاء الله نفخت ازاي الخميرة، ما شاء الله. بعد كده بقى شكلتها على شكل دواير زي ما انتوا شايفين كده، ودخلتها بقى الفرن. سدرة كانت معايا بتعمل معايا، لازم تشاكس معايا، لازم العجينة طالما عملت عجينة يبقى سدرة لازم تدخل معايا فيها، تشكل معايا وتاخد لنفسها وتشكل عادي. بس بقى بشكلها كده، بعملها كورة، بعد كده افردها بقى في الصينية. طلعت بقى الصينية عملتها، لسه بدخلها الفرن. ما شاء الله بس بعد ما خرجت من الفرن طرية وهشة وجميلة، حلوة جدا جدا يا بنات، جربوها هتعجبكم. عملت بقى معاهم كوباية شاي كده بقى ما شاء الله.